في حد منسي هنا؟ ادوني اي حاجه. ولا انتي ولا هي. السلام عليكم. عليكم السلام. خلاص انت هتاخدي ده وانا هاخد ده يا حبيبتي. لا احنا ممكن نتفاهم، هذا ما لم نسمع به من قبل. انت كنت عايزه تجيبي دليفري يا ظلمه. مغفله. 1 2 هوبا. الله. يعني حضرتك قدامك 5 دقايق وتوصل؟ طيب تمام شكرا. مامي انا وتوتي عايزين نطلب فطير شرقي. طب بصي يا حبيبتي، قبل ما تطلبي اي حاجه عايزاكي تفتحي المندوب، فاضل له 5 دقايق ويوصل. خلاص ايه ده؟ ما الزبده خلصت وانت عارفه يا يسر. قولي ان هي الشرقيه بيور. هو انا بطلب غير الشرقيه بيور؟ طب حلو قوي. انا نفسي في فطير شرقي وكنت هطلب اصلا من بره. ماشي اطلبي. لا انت هتعمليها لي بالشرقيه بيور. طب والله عندي فكره، انا هعملها لك وكمان اسرع من الدليفري، في نص ساعه ان شاء الله اكون عملتها لك. ايه رايك يا توتي؟ بس انا مش هعجن ولا اخبز. خلاص اتفقنا. اتفقنا. بصي بقى، لما المندوب يجي عايزاكي تروحي واخده منه حته كده وضايقاها وتجيبي لي حته دوقها، تفضلي واقفه جنبي لغايه ما اسيحها، مش كده؟ بالظبط كده. وتسرقي المرته. ده كده المرته دي بتاعتي انا. ماشي يلا بينا. سمنه صح والريحه زي ما انت شامه، يطلع معاكي ايه؟ طعم صح الصح. دوق بقى. بسم الله. فظيعه. حلوه قوي. عايزه ادوق المرته بقى. بسم الله. احلى من كل مره. انت كل مره تقولي احلى من كل ما مره. اعمل ايه، فعلا بتبقى احلى بجد، عمرها ما خيبت ظني. يلا بقى نسيح الزبده اللي هنعمل منها احلى فطير شرقي سريع. بس الاول عايزه اكلمكم شويه عن الزبده وعن طريقه تسييحها وازاي تطلعي باحلى نتيجه واحلى ريحه وطعم. ده يا جماعه الشكل الجديد والوحيد للشرقيه بيور. احلى زبده حرفيا انا جربتها، وارجوكي لما المندوب يجيلك اقطعي الكيس ودوقي حته وتاكدي من طعمها الجميل قبل ما تستلمي، وكمان اتاكدي من حاجه تانية ان في QR كود مطبوع على الكيس. الشكل اللي انتوا شايفينه ده مستطيل مش بيضاوي. الزبده الصفرة دي اللي هي البقري، الزبده الجاموسي اللي هي البيضه. انا بحب جدا يا جماعه الزبده الصفرة للحلويات بالذات، وبحب اعمل بيها جدا برضو الطواجن اللي في الفرن. اما الزبده البيضه انا بحبها جدا جدا اعمل بيها المعمر والحمام والحمام الكذاب واكلات تانية كتير. اذا حابه تستفسري اكتر اساليني في الكومنتات. يلا بقى نروح لمرحله مهمه قوي قوي كلكم بتتلخبطوا فيها يا جماعه. انا بيجيني صور للزبده ويقولوا لي مش عجباني. انت حضرتك ما سيحتيهاش. بصي بقى، انت هتفتحي النار على الحله وهي فاضيه، تبقى سخنه جدا جدا، تحطي الزبده. اول ما الزبده تبتدي تفك معاكي بالطريقه دي تروحي موطيه للنص. انا بقولك ليه الاول تسخنيها عشان نكسب وقت. هتقعد حوالي 40-45 دقيقه، وانتي بتحطيها بعد مرور 10 دقايق تقريبا بتحطي معلقه ملح. عايزه اقول على حاجه، انا حاطه هنا 3 كيلو بقري والحله التانية 3 كيلو جاموسي. بعد مرور ساعه الا ربع، بصي بتاخد وقت قد ايه، لازم تلاقي ان المرته اتكونت على الوش كده وابتدت تعمل بقره شفافه زي ما انتوا شايفين كده. البقره اللي انا بقولك عليها دي، الدايره الشفافه دي، معناها انها كده قربت جدا. وتخلي بالك ما تعليش عشان ما تحرقيش المرته وما تغمقيش الزبده وترجعي تقولي مش عجباني. اما تبقى شفافه بقى اللي بيتكون على الوش ده، في ناس بيقولك ايه الوش ده بيترمي. يا حبيبتي دي المرته، ومش لازم استنى لما الوش كله يروق. انا عايزه الزبده نفسها تروق واتاكد انها اتحولت لسمنه، فببتدي اشيل الوش لما بس الايه اللون بتاع الزبده يتحول للون الاصلي. يعني الزبده الصفرة تبقى صفرة والبيضه بتبقى بيضه زي ما انتوا شايفين كده. رحت انا لما المرته من الزبده الاولانيه حطاها في طاسه على النار عشان اكمل تسويتها، وهتطلع زبده هدخلها في الزبده تاني اهو. شايفين زي ما انتوا شايفين كده، بصوا شايفين لونها عامل ازاي. خلاص بقت صافيه تماما. طبعا انتوا مش لاقيين مرته ليه؟ عشان انا لميتها كلها وحطيتها في طاسه على النار تتكمل سوا. بصوا خلوا بالكم الحله ما اتحرقتش، مش تحرقي المرته وتحرقي الزبده وتقولي اصلها مش عجباني، اصل ملهاش ريحه. يا حبيبتي الريحه النفاذه دي بيبقوا حاطين ريحه من عند العطار، دي طبيعيه. الطبيعيه بتبقى ريحتها طبيعيه عاديه. الريحه الاوفر قوي دي ريحه محطوطه عشان تبقى ريحه اوفر، وعلى فكره بتروح تاني ولا تالت يوم، لكن دي بتفضل ريحتها الطبيعيه فيها زي ما هي. وبعد كده الزبده التانية بقى رحت منزلاها كلها في حله تانية، وسبت بقيه المرته تستوي في الحله زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه عندي بس زي ما قلت لك ما بنرميش حاجه، بنسيبها لحد ما تتحول لسمنه براحتها. احنا عايزين نوصل للون ده، لون صافي تماما ما فيهوش مرته. المرته على جنب اخدت وقتها بالراحه على نار متوسطه. طلعت المرته الحلوه دي، وزي ما بقول لك دوقيها وهو واقف على الباب. اما طعمها يعجبك سواء البقري او الجاموسي اشتريها. لو طعمها ما عجبكيش يا ستي ما تشتريهاش. مش هقول لك اقفي ويستنى لحد ما تسيحيها لا، مش هينفع كده. ليه؟ لانك هتسيحيها في حوالي ساعه الا ربع، هو مش هيستناكي ساعه الا ربع. بصوا بقى الميكس اللي انا بحطه على الصينيه. انا دلوقتي هقول لك
تحطي ايه على الصينيه الصغيره مقاس 24 او 26 بلفه جلاش واحده. انا بس عشان عامله صينيه كبيره بلفتين، بس انا هقول لك على اللفه الواحده بس. هتحطي معلقتين كبار من الزبادي، عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، عليهم معلقه كبيره من النشا، معلقه كبيره من الدقيق، نص كوبايه من اللبن، عليهم حوالي 4 معالق من السمنه البلدي، وعليهم معلقه صغيره من الملح. طبعا لما تشوفي الكميات كده اكبر عشان انا عامله زي ما قلت لك ضعف الكميه دي. هتقعدي تقلبيهم مع بعض كويس جدا جدا لحد ما تكوني الخليط ده. هتجيبي بقى الصينيه بتاعتك ايا كان مقاسها، وبعد كده هتروحي حاطه فيها طبقه كده من السمنه تحت بفرشه. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه انا بفتح الجلاش لقيته مقطع، قلت مفيش مشكله خالص ان شاء الله برده هيطلع حلو، وطلع زي الفل. كل طبقه تحطيها بتغطيها بمعلقتين 3 من الميكس اللي احنا عملناه ده. وزي ما انتم شايفين كده كل طبقه دي بقى متقطعه، الطبقه دي سليمه زي ما بقول لك انت وحظك. انا بس معلش كنت ناسي احط الملح على الخليط فحطيته. على فكره عايزه تحطي رشه فلفل اسود برده ممكن تعملي كده جدا. المهم يا ستي بقى انا لميت المتقطع ده قلت لا برده هعملك، وبعدين خلصت نص اللفه. المفروض بقى انت بتعملي لفه واحده اهو، خلصت نص لفه الجلاش تخلصيها وتروحي محضره الميكس ده. ايه بقى ده؟ قريش على بسطرمه على فلفل وزيتون وجبنه رومي مبشوره. تحطي بقى الميكس ده. طب يا نهله انت ليه حاطه جبنه بيضه؟ بحس ان الجبنه البيضه بتمسك المكونات شويه، بس طبعا المفروض انا كنت ازود كميه الجبنه البيضه شويه، بس هي دي القطعه اللي كانت عندي. ميكسيهم كويس عشان تلزق فيها. طبعا الحشوه دي براحتك، انا بقول لك انا حشيت ايه، شوفي انت بقى حابه تحشي ايه، بس انا بفضل يعني تمسكي المكونات بجبنه كريمي او جبنه بيضه، باي جبنه عندك تمسك بس المكونات بيبقى احسن يعني. خطوه مهمه جدا بقى، انا لميت الجناب كلها زي ما انتم شايفين كده، رحت مقطعاها بس مش واصله للحرف، انا سايباها زي التورته كده مدوره. وبعد ما قطعتها رحت حط عليها معلقه كده ولا 2 سمنه بلدي على الوش، وولعت الفرن. كنت مولعاه قبلها بحوالي 5 دقايق على درجه حراره 200. دخلت في الشبكه في الفرن في الرف اللي في النص، اخدت حوالي 25 دقيقه لنص ساعه بالكتير قوي. انت مش محتاجه تولعي الشوايه، هي وشها هيحمر لوحده. لو ما احمرش ابقي يا ستي ولعي الشوايه دقيقتين 3 عشان ما حدش يقول لي يا نهله نشفت مني، يا نهله اتحرقت مني. ركزي كويس، ولما تيجي تعملي اي طريقه لازم تركزي في كل كلمه بنقولها عشان يطلع معاكي ناجح وجميل. الاستخدام الخاطئ للشيء يديك انطباع سيء عنه وهو جميل، لازم تستعملي الحاجه صح. يلا بينا. يا لهوي يا جامد يا دين العظمه. اوعى الوش واوعى الظهر وحاجه عظمه. والله يا بنتي لا عجنت ولا خبست. انا عايزه اعرف عملتيها بالسرعه دي ازاي بقى. بسم الله. فظيعه حلوه قوي. عايزه ادوق المرته بقى. بسم الله. طول عمري بعشق زبده الشرقيه بيور وبالمرته اللي بتطلع منها دي. احنا ناخد الحته اللي بتلمع دي. اتفضلي. هسيب لكم كل تفاصيل الشرقيه بيور في الكومنتات، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ما تنسونيش في كومنتاتكم الحلوه، ونشوفكم الفيديو الجاي حلوين. باي باي.